موكورو يعني أحمد تشيك. ركلة مرمى. نلعب في منتصف الشوط الثاني. كرة باتجاه الطبال لكن يخسر الكرة محمد. تعود للفريق الإيفواري عن طريق أوري جويل اللي لم يعد يتقدم بشكل كبير لوجود الطبال في الناحية اليمنى. وحذاري نورو سولو على مرتين والكيلو يتابع. فوفانا ابراهيم. فوفانا ابراهيم كان خطير حقيقة. كرة علت العارضة وركلة مرمى لمصلحة خالد الورفلي. كرة لموكورو. موكورو طلال فرحات. موكورو طلال فرحات يتدخل في المرة الأولى. فيصل البدري يلا يا صويب اطلب الكرة. وفيصل البدري الطبال واخد مكان. ويحيى محمد. يحيى محمد قبل ما توصل الكرة كانت الراية مرفوعة. شيء غريب. تسلل على يحيى محمد. لا يمكن مع وجود هذا الثلاثي التحكيمي يانيسو بيبو وكوامي كونيو وشريف مولا بانانا. ملا بانانا والله بانانا. مولا بانانا أعلن عن تسلل على يحيى محمد لا وجود له. يتوقف اللعب و ركلة حرة غير مباشرة يتم التنفيذ الآن. حرارة مرتفعة واللاعبون يتناولون جرعات من الماء. والكرة شطيبة يتدخل. وشوف بالله شطيبة يتدخل ويعترض على قرار حكم المباراة. والحكم يعلن عن خطأ لمصلحة الفريق الإيفواري. والفريق الإيفواري يقدم بالكرة وعادي الحكم عنده الخطأ. قدموا بها أكثر من 10 متر عن موقع حصولها. عموما خطأ عالية. والورفلي بكل هدوء. برافو خالد. حاول أن يرسل الكرة باتجاه يحيى محمد وبوشناف والطبال الثلاثي الهجومي. الآن أصبح الطبال وبوشناف واخذ مكان. بوشناف واخذ مكان يحيى محمد. يلا يا يحيى. يلا يحيى محمد. كرة في الركنية. هجوم سريع. الطبال لعب الكرة في ظهر المدافع لكن المدافع في آخر لحظة لمس الكرة. تابعها ولمسها قبل ما توصل. لو لحق عليها يحيى محمد كان ينفرد بحارس المرمى. برافو محمد الطبال. محمد الطبال اللي أضاع انفراد في الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول. حاول في هذا الشوط الثاني في أكثر من كرة وحتى الآن يؤدي بشكل جيد. في المقابل أيضا معتصم بوشناف يحاول. كرة مرفوعة والكيلو يطلع بالكرة لطلال. يلا يا طلال. عالية والجول. يحيى محمد. الغول يحيى الغني. يحيى محمد ولاعبي الاتحاد بالكامل يسجد يحيى محمد شكرا طربا فرحا. وبيرلو شنتير بيرلو شونت وسليمان بالحاج وجمعة شوشان في المنصة الرئيسية هذه. الكل مغتبط. يا سلام يا طلال. طلال فرحات. يرفع كرة ولا أحلى. يرفع كرة ولا أجمل. يحيى محمد. البوشناف اشترك مع المدافع والكرة ليحيى محمد بالراس. يا سلام بالراس. هاتها من الشبكة يا بدر علي. 1-1 هنا في أبيجان. الاتحاد مع عمالقة القارة عملاق. هدف سيكون بوزن من ذهب. كرة رفعت من زاوية الركنية للمنطلق من الخلف. الكيلو موه انه بيرفع كرة يتركها يلعبها بشوية للخلف طلال رفعها موه وراوغ ورفع الكرة. ويحيى محمد يستقبل الهدية. يلعب كرة راسية تعانق الشباك. هدف التعادل في المباراة.
واحد واحد. الآن الأجواء مطمئنة. الآن الجماهير الإيفوارية حقيقة، الجماهير الإيفوارية في المنصة الرئيسية تحاول الاعتراض وتصب جام غضبها على حكم المباراة وتطالب بورقة حمراء بعد تدخل محمد طبال الأخير. برافو طبال، برافو محمد. واللاعب رقم 26 دومبيا عثمان، اللاعب الدكاك في وسط الميدان، يتعرض للإصابة بعد تدخل قوي من طبال اللي طالما تعرض للضرب والرفس في الشوط الأول. وشطيبة والخطأ على شطيبة، ويكتفي الحكم بإنذار شفائي. الحمد لله. شطيبة عنده ورقة صفراء في المباراة الأخيرة. ما نبوكش يا شطيبة، ألعب نظيف. عندنا مباراة تونس، مازال مباراة الإياب في تونس. نبو شطيبة جاهز. 1-1. الغول الغاني يحيى محمد ينقض بكرة راسية، يقبل الهدية ويرسلها قوية، تعانق شباك بدر علي. 1-1 هنا في فيليكس حفوت بوني بالملعب الكبير في أبيجان. منسا يلعب كرة بينية، منسا وحرص. برافو 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 خالد الورفلي. من أسامة شطيبة حرس الكرة، وخالد الورفلي ينقض عليها. برافو خالد. 1-1 ونلعب في الدقيقة 29. 16 دقيقة على نهاية الوقت الرسمي، 16 دقيقة على نهاية المباراة، والاتحاد يفرض التعادل على عملاق من عمالقة القارة. الاتحاد يفرض التعادل على عملاق من عمالقة القارة الأفريقية. دكة بدلاء الاتحاد، الجميع حقيقة قلق، والجماهير الإيفوارية تطالب لاعبيها بالتقدم، والأجواء ساخنة جدا في هذه المباراة التي تأتيكم حصريا عبر ليبيا الرياضية برعاية المدار الجديد الذي يصل مداها للعاصمة أبيجان وعموم أفريقيا. نصف ساعة لعب ولا زال خالد الورفلي يتلقى الإسعافات. برافو خالد. نلعب في الدقيقة الأولى بعد نصف ساعة من زمن الشوط الثاني. نلعب الآن الدقيقة 30 اكتملت، 31 طلت، والاتحاد يثبت علو كعبة هنا في فيليكس بويني في العاصمة أبيجان. تغييرين جديدين في تشكيلة الفريق الإيفواري. اللاعب رقم 27 دانيغو إدريسا يغادر، يغادر منسا يغادر، وإدريسا يدخل، ويغادر ودخول أيضا كريم توري، ويغادر اللاعب عمر جوب يغادر. الكل في الكل المدرب ألان كواميني الحارس الأسطورة لكرة القدم الإيفوارية. ومن لا يعرف ألان كواميني يلعب الكل في الكل. ألان كواميني التقيت به قال لي بالحرف الواحد احترم فريق الاتحاد، هو واحد من كبار فرق القارة. بكل أمانة أنقل هذا. يعرف الاتحاد منصور البركي. برافو منصور يحاول الدخول، منصور يتحصل على ركنية. برافو منصور البركي، برافو كابتن الاتحاد منصور البركي اللي غاب بسبب الورقات الصفراء في المباراتين الأولى والثانية، بسبب العقوبة آسف في المباراتين الأولى والثانية.
يتولى قيادة الاتحاد، عملاق من عمالقة القارة، يثبت حتى الآن فريق الاتحاد الضابط الإيقاع، صانع الألعاب، صاحب اللمسة الرائعة والسحرية، فيصل البدري في تنفيذ الركنية. فيصل البدري باتجاه بوشناف، المدافع يخطفها، وباتجاه يحيى المدافع يخطفها، والحكم يصفر. الآن واضحة وبكل أمانة زميلي علي حميدات من موفد قناة ليبيا الوطنية يبدي امتعاض شديد على القرار الأخير، لأن يحيى محمد لم يرتكب خطأ، ولكن معلش يا لواء، كرة لمصلحة لفريق العاجي، الصافرة عاجية. نعم الصافرة عاجية وليست توغولية، لأن الاتحاد يلعب ضد الطقس، ضد الرطوبة، ضد الحرارة، ضد ميموزا. وحذاري الكرة داخل المنطقة، حذاري يا شباب. وموروكو الرجل اليسرى ما يشوطش بها، برافو منصور البركي، رائع كما انت كبير يا منصور. وفيصل البدري، صهيب يلا يا صهيب اضغط، ما يمشيش يا صهيب، اضغط في نص الميدان. يوري الكرة التالي، يضطر اللاعب ليرجع الكرة وتعود. يلا يا كيلو، احمد المقسي، صهيب من جديد، وصهيب يتعرض للعرقله وينوض من جديد ويخطف الكره، والكيلو ينطلق في اليمين، يراوغ المقسي، ينطلق في اليمين، ولا وجود لخطا. عيب يا حكم، صدقوني بكل امانه الاتحاد يلعب ضد اسي كابيجان، والحكم التيغولي يانيسو بيبو. لما شفنا المباراة لن يتم نقلها، عرفنا أن بوشناف يخطف الكرة، يحيى محمد واخذ مكان الطبال أيضا، وهناك متابعة خطأ. الورقة الصفراء وين يا حكم؟ كان هجوم واعد معلش يا عليوة بيكسر الطاولة، عليوة معلش يا حميدات. الهجوم كان واعد حقيقة، الفرصة كانت أكثر من رائعة، والحكم رغم يعني احنا نقولوا بريش مقص من الخلف ينوض، وتم التنفيذ بشكل ثنائي، وحتى الورقه الصفراء لا يبرزها حكم المباراه. يجب على الاداريين ان يتوجهوا صوب المراقب البوركيني. كره واحده اثنين، منصور برافو، منصور البوركي. بوشناف يحاول خطف الكره، والكره لمصلحه الفريق الايفواري. يلا الضغط، يلا يا بوشناف، كره والصافره على طلال فرحات. هناك معتصم بوشناف على ارضيه الميدان، سلامات للمعتصم بوشناف. ربما نشاهد تغيير، معتصم بوشناف يتعرض بكاميرا صغيره حقيقه، زف ربما بشرى لا يفهمون اللغه العربيه اكيد هنا في العاصمه المتقدمه جدا، دوله ساحل العاج كوت ديفوار، وابيجان هي باريس غرب القاره، هكذا يسمونها. زف بشرى لجماهير الاتحاد. احد اعضاء المكتب الاعلامي زميلنا المتالق ناصر المحجوب بكاميرا صغيره وخفيفه جدا يحاول توثيق بعض اللقطات من الشوط الثاني. بالتأكيد بعد ما حرموه من توثيق المباراة بالكاميرا الكبيرة في الشوط الأول. عموما المباراة تأتيكم برعاية المدار الجديد عبر راديو ليبيا الرياضية على الموجة الذهبية 102.9. المدار الجديد المشغل الأول للهاتف المحمول في ليبيا. كرة اتحادية، نورو سولو، أداء جيد نورو اليوم. نورو الطقس الأفريقي مشى معه، نورو سولو، وقدم مباراة جيدة بالفعل. تدخل نورو سولو، يبعد الكرة للميدان الكيلو، يرسل كرة أمامية لكن لا وجود لأحد، سهلة للحارس. وهذا هجوم خطير سريع، وحذر يا شباب،
حذاري حذاري يا شباب. وكرة للفريق الإيفواري. اللاعب اللي دخل رقم 2 كريم توري. كريم توري نورو سولو. الطبال يتعرض للعرقلة. البركي يخطف الكرة. يحيى محمد وفيصل البدري. برافو يا فيصل، مايسترو يا فيصل، رائع يا فيصل. بلمسة واحدة قام بتغيير اتجاه اللعب. وصهيب يتعرض للانزلاق ويرتكب خطأ متعمد، ورقة صفراء مستحقة. أقول الحق، صهيب يعني انزلق، وعندما خطف اللاعب الكرة قام بخطأ متعمد وتكتيكي. وبرافو صهيب، يعني لا ألوم على الورقة الصفراء، لأن لو أخذها وخطفها اللاعب كانت في منتصف الملعب، نعم، لكن كانت ربما تكون خطيرة. صهيب بن سليمان أحد لاعبي الاتحاد، الكيلو أم سولو على أرضية الميدان. نورو سولو. إداريي فريق الاتحاد يشيرون بأن اللاعب رقم 19 اعتدى على نورو سولو، وحكم المباراة يأمر بإخراج نورو سولو، ولا يلتفت إطلاقا لسليمان بالحاج، ولا يلتفت إطلاقا لكل الاعتراضات هنا من الطاقم الفني والإداري لفريق الاتحاد. أكرم الهمالي وبيير لوشانت في الجانب الآخر. ألان كواميني الحارس الأسطورة للمنتخب الإيفواري يبدو في قلق شديد على نتيجة المباراة. نتيجة جد إيجابية، نتيجة ممتازة حتى الآن. حذاري من ارتكاب أي هفوة، من ارتكاب أي خطأ. برافو نورو سولو. الآن نورو سولو سيعود، يطالب حكم المباراة ما يعطيش الإشارة. الحكم المباراة يتم اللعب والهجمة خطيرة وحكم المباراة ما يعطيش إشارة. الطبال يخطف الكرة ويحيى محمد في هجوم معاكس. الطبال واخذ مكان لكن يمرر الكرة خلف الطبال. لو مررها أمام الطبال لانفرد الطبال. عموما الآن فقط يأمر بدخول سولو. الكرة تعود. الإعياء ظهر واضح، الإعياء ظهر واضح. ونلعب في الدقيقة 39 وطلال فرحات 1-2. البركي البدري 1-2 والثالثة قدام يا شباب. برافو برافو. ولا وجود تسلل. برافو أسامة شطيبة. أسامة شطيبة يقوم بدور كبير، يقوم بدور تنظيم الألعاب من الخلف. اللعب كرة طويلة خلف المدافعين ليحيى. يحيى كان خلف المدافعين، والمساعد الثاني بنانا يرفع الراية ولا وجود يتسلل. لكن معلش هكذا هو التحكيم الافريقي. فريق محترم اسيك ميموزا، لكن الاتحاد افضل في هذا الشوط الثاني. الاتحاد افضل في هذا الشوط الثاني، وللامانه الاتحاد كان بامكانه تسجيل اكثر من هدف في الشوط الاول، ولكن اللاعبين نقص الخبره ربما. يحيى محمد في الشوط الثاني ترجم الافضليه وارسل كره راسيه. هذا خطا خطير على حافه خط التماس. ترفع وحذري. خالد الورفلي يسقط وحكم المباراة يقول ما في شيء. كرة لمصلحة الفريق الإيفواري وحذاري كرو، والكرة تعود على مرتين. ويلا يا فيصل، برافو، مرة واثنين. وفيصل البدري وين يا رائع يا فيصل. يحيى محمد وكرة، يلا يا فيصل يحيى محمد من جديد. وبرافو برافو برافو صهيب، برافو صهيب. يحيى واخذ مكان والطبال. كرة العرضية للحارس. لا يا صهيب، لا يا صهيب، لو لعبتها ابعد شويه على الحارس معلش. هجوم معاكس خطير سريع قوي وحذاري. دعواتكم يا شباب. خطيره الكره لكريم توري ونورو سولي على وزن توري يخطف الكره وتعود إيفوارية وزكريا. برافو كيلو، لكن الحكم خطيره. خطأ على حافة منطقة الجزاء، خطأ على حافة منطقة الجزاء. كرة تبعد عن منطقة الجزاء أقل من متر تقريبا.
مازال دقيقتين على نهاية الوقت الرسمي، الدقيقة 43. خطأ على حافة منطقة الجزاء ودخول المسعفين وأحد لاعبي الاتحاد على أرضية الميدان. وللأمانة بكل أمانة خطأ ظالم، خطأ لا وجود له إلا في مخيلة حكم المباراة. خطأ حقيقة. المباراة تأتيكم برعاية المدار الجديد الذي يصل مداه للعاصمة أبيجان وعموم أفريقيا. مباراة مجهودات جبارة حتى تم تأمين هذا النقل، وكنا حقيقة نتمنى صحبة موفد ليبيا الوطنية زميل علي حميدات اللي بذل مساعي كبيرة. ونتابع هذا الخطأ، خطيرة جدا وحذاري. يا الله يا شباب حذاري. والتسديد بشكل ثنائي وفوق بسلام تمر ورفلي بكل أمانة الورفلي يحاول امتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس. قلت زميلنا من قناة ليبيا الوطنية حاول علي حميدات، لكن أمور تعجيزية. كنت مرافق للزميل علي حميدات من أجل تأمين النقل، وكان في اتصالات مباشرة مع مدير القناة الوطنية اللي تعاونت مع ليبيا الرياضية من أجل تأمين النقل المرئي. ولكن للأسف هكذا هي ظروف القارة الأفريقية. أيضا 3 دقائق ممتاز جدا. 3 دقائق يضيف حكم المباراة. الآن الدقيقة 44 اكتملت والدقيقة الأخيرة طلت، والحكم الرابع يرفع الراية بوجود 3 دقائق. أعتقد اعتراضات إدارة الاتحاد، اعتراضات المستمرة من الجميع على قرارات حكم المباراة في الشوط الأول أتت ثمارها. الخبرة في المشاركات، الاتحاد هو أكثر فرق مشاركة خارجية على صعيد كل المسابقات الأفريقية. وورقة صفراء لخالد الورفلي، ورقة صفراء ظالمة. الحكم اعتبر الورفلي يضيع الوقت، واعتقد الان نلعب في الدقيقة الأولى. 1-1 بدأ يانيك زكريا وأدرك يحيى محمد الغول المرعب الغني. يحيى محمد يحرز هدف رائع. يحيى الآن حاول فيصل البدري بهدوء كبير يرسل كرة لطبال، طبال يعيدها لفيصل. برافو فيصل، والطبال ينطلق في الناحية اليمنى. يجب مسك الكرة يا محمد، الخبرة الآن يا محمد. الطبال يراوغ، الطبال برافو محمد الطبال رائع يا صغير، رائع يا طبال. وفيصل البدري لا وجود يتسلل. محمد خرج من كان غير منظور. يحيى نعم متسلل، لكن محمد خرج من خلف الخط. للأسف بنانا المساعدة الثاني. كرة خطيرة، هجوم سريع وشطيبة يتدخل. كرة رمي التماس، في رمي التماس قريب من خط المنتصف للفريق الأسيك ميموزا أو أسيك أبيجان. كرة من جديد على اليمين، عود إلى كوامارك المساند. كوامارك يلا طلال، اشتبه وفيصل. الآن فيصل بالراس. صهيب حاول أن يلعب كرة للأمام، لكن معلش يا صهيب. مباراة كبيرة لبن سليمان اللاعب الشاب صهيب أبو بكر بن سليمان، لاعب الراحل، اللاعب المنتخب الليبي اللي قدم الكثير لكرة القدم الليبية. تعود عن طريق الكيلو. يلا يا شباب، يحيى وفيصل. برافو فيصل البدري، أداء مقنع
لما توصل الكره لفيصل يرتاح اللاعبين. لما توصل الكره لفيصل الوقت تم والكره الى خارج الميدان. لما توصل الكره لفيصل اللاعبين يرتاحوا ويلا يا شتيبه يلا يا شتيبه. الكره في التماس، الكره في التماس والوقت تم، الوقت تم الدقيقه الاخيره ولا رمي التماس بجانب زاويه الركنيه. رمي التماس بجانب زاويه الركنيه ونلعب في الدقيقه 49. مش معقوله مش معقوله. البدري برافو. يبعد الكره تعود للفريق الايفواري وحداري يا شباب حداري. اوه برافو نورو سولو برافو. الوقت تم يا حكم. الدقيقه 50 5 دقائق مش 3 هادو. وفي هذه اللحظات يعلن قاضي المباراه عن انطلاق الافراح هناك في العاصمه.